في أحد المرضى بعت لي الvoice ده وحابب إن أنا أشارككم الإجابة عليه. دكتور مساء الخير. حضرتك أنا شاب وعريس جديد وعندي مشكلة مع القذف المبكر الحقيقة، والموضوع ده يعني موترني وقلقني جامد، فمش عارف بصراحة ايه اللي المفروض أعمله، فاستأذنك تطمني هل في علاج للموضوع ده؟ طبعًا مشكلة القذف المبكر من المشاكل اللي بتواجه معظم الرجالة في معظم الأعمار بعد سن البلوغ، وخصوصًا في الفترة اللي هي ما قبل الزواج أو في سن الأربعينات، وبتبقى بتقلق الشباب كتير هو المُقبل على الزواج خوفًا من إن هو ممكن يبقى في مشكلة بالنسبة للعلاقة الزوجية. طبعًا العلاج بالنسبة سرعة القذف أساسًا بيعتمد على العلاج الدوائي، وبيدّي نتايج كويسة جدًا مع بعض العلاج النفسي أو مع بعض وسائل الطمأنة للمريض. استخدام العلاج بفترة منتظمة قبل العلاقة الزوجية أو قبل الزواج بيؤدي لنتايج كويسة جدًا، بشرط إن إحنا بنعمل بعض الأبحاث والتحاليل عشان نستبعد إن يكون في سبب أدّى لسرعة القذف، زي التهابات المسالك البولية أو احتقان أو التهاب البروستاتا الحاد أو المزمن. ولو في أي سؤال ممكن حضرتك تسيبه لنا في الكومنتات وهنجاوب عليه إن شاء الله. دكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم.